شوف يا صديقي العزيز، أهم علمين أنت محتاج تتعلمهم في حياتك. أولا هو علم الدين، وثانيا هو علم الإدارة. علم الدين اللي بيربطك بالقوة العليا، بالله عز وجل، الذي يقول للشيء كن فيكون. كل ما يكون عندك مشكلة بتلجأ له عشان هو اللي خلق الكون كله. أما العلم التاني فهو علم الإدارة. علم الإدارة اللي بيقول لك أن تكرار نفس المقدمات لا يؤدي إلا إلى نفس النتائج. يعني انت لو عندك مشكلة في حياتك ومش عارف تحلها بقالك 10 سنين، باب عمال بتخبط عليه ومش عايز يفتح بقاله 10 سنين، سواء الباب ده بقى في العلاقات الأسرية، في علاقات الحب، في العلاقات بتاعة البيزنس، أو في نجاحك في حياتك. 10 سنين عمال بتخبط على الباب والباب مش عايز يفتح. فارجع للمقولة بتاعة علم الإدارة اللي بتقول أن تكرار نفس المقدمات لا يؤدي إلا إلى نفس النتائج. طب وحضرتك انا هجيب مقدمات منين؟ هشتري مقدمات من السوق ولا هجيبها منين بالظبط؟ يا سيدي الفاضل، المقدمات موجودة عند حضرتك في البيت، موجودة في امكانياتك انت الشخصية، بس انت ما بتدورش بصورة كافية. ما بتفتحش كل الدواليب وما بتفتحش الخزانة بتاعة المطبخ والأدراج اللي عندك علشان تدور على مقدمات مختلفة. ما بتدورش على إمكانياتك، على ملكاتك اللي ربنا اداها لك وانت ما اكتشفتهاش. قدراتك في العمل اليدوي، قدرتك في التدريس، قدرتك في إدارة الأمور، قدرتك في الإقناع، علاقاتك الشخصية، علاقاتك بالناس اللي ناجحين اللي ممكن يدولك نصيحة. ببساطة شديدة أنت محتاج تفتش في المعطيات اللي موجودة عندك الغير مستغلة. تفتيشك في المعطيات غير المستغلة اللي عندك ده يعتبر تغيير للمقدمات، وبناء على تغيير المقدمات هتعرف توصل لتغيير في النتائج. فلو واقف قصاد الباب بقالك 10 سنين ومش عارف تفتح الباب، ففتش في اللي عندك، اعمل إعادة تشغيل وإعادة تدوير للي عندك، وربنا هيفتحها عليك.